إيه حكاية الطيارة الخاصة؟ مالها؟ برتاح فيها، بحب انام براحتي، مش عايزه دوشه. لان انا حفله في بيتي، يعني احنا بنرقص فبنرقص جوه بيتنا. بنهيس جوه بيتنا، ما صورتوش واحنا في مكان او بيحصل حاجه يعني. اتنين بس طبعا دول، مش هقول صعب، اقول مستحيل. طبعا الهضبه عمرو دياب، وطبعا الزعيم عادل امام. انا تملي بقول على نفسي ان انا طماعه في النجاح قوي. أسماء، برحب بيكي معايا في وان تيك، وألف مبروك على تكريمك النهارده من مهرجان الفضاء. حبيبتي الله يخليكي يا رب. ميرسي. المذيعة الأجرأ في الوطن العربي، ده لقبك. اجرأ. والله هو بصي، هو مش اجرأ ولا حاجه يعني، بس انت عارفه يعني السم في العسل. لا بس ما ينفعش، أسماء بيبقى معاها حلقة بتطلع تصريحات محدش بيقدر يطلعها. آه، بتجيب النجوم بتعصرهم بمعنى أصح. بعصرهم؟ والله ابدا، وحياة ربنا لا. على فكره ده ظلم. والله لا، بنتكلم عادي، بصي بنبقى قاعدين عادي كل واحد. يعني بسألك سؤال وبقول لك لو مش عايزه تردي عليه ما ترديش. مستحيل أسماء تقول سؤال وما بتردش عليه. ليه؟ عشان انا مش بحاول احسس اللي قدامي ان انا بجرحه او بضغط عليه او انت هترد هنا هترد، لا. بتكلم عادي. قولي لي يا أسماء، طالع إشاعة إن أنتوا بتوروا الأسئلة للضيف قبل الحلقة، هل ده صحيح ولا لا؟ ده اتحدى نجم او نجمه نوروني وشاف السكريبت قبل ما يقعد قدامي على الكرسي، حتى لو كانت اعز صاحبه ليا. ما بيحصلش خالص. هل في مرة وانت بتصوري حلقة بتقولي له الأسئلة، ضيف أو فنان أو فنانة قال لك أنا مش هكمل وهمشي؟ والله ما حصلتش بصراحه خالص. لا ما حصلتش. بس ممكن بعد الحلقه، طب اسمع لو سمحتي ممكن بس تشيلي السؤال ده. طبعا بشيله، ما بقولش لا. لان دي حريه شخصيه، ممكن حد يكون هيتعمل له مشكله كبيره فمش هستفاد حاجه فبشيله. بتعملي مشاكل كتير ما بين الفنانين يا أسماء، بترمي لهم تصريحات. انا مالي، انا عملت حاجه؟ والله انا بسالك وانتي بتردي، بس انا مالي بقى تحطيني في الموضوع ليه؟ طلع عليكي من فترة صاحبة أغلى فستان في الوطن العربي وفي العالم. قولي لي النهارده بكام الفستان النهارده؟ مش هقول، هو ممكن تعملوا عنه سيرش وتعرفوا لوحدكم، بس انا جيت بنفس البراند عشان انا بحب البراند ده يا جماعه، انا حر. إيه حكاية الطيارة الخاصة؟ مالها؟ برتاح فيها، بحب انام براحتي، مش عايزه دوشه. هل الطيارة الخاصة ملك أسماء ولا بتأجرها وقت السفر بس؟ اسالوا المطار. اسالوا المطار. لا اسالوا المطار. ينفع نسأل أسماء وأسماء ما بتردش؟ يعني ممكن خايفه اقول، عشان بخاف من الحسد شويه الفتره دي، انا اتبهدلت قوي بصراحه. الفترة الأخيرة كنت في الساحل عاملة حفلة لكل أصحابك الفنانين والفنانات، احكي لي كده الحفلة دي اتعمل عليها صدى كبير جدا على السوشيال ميديا وضجة، كنت متوقعة اللي يحصل ده؟ ما كنتش متوقعة ده، لأن هي حفلة في البيت وبرايفت وصحابي، بس طبعا كان بعض من النجوم الموجودين يعني. الناس اللي معاهم صوروا فنزلوا، بس أنا بالنسبة لي شايفاها عادي. يعني احنا بنرقص فبنرقص جوه بيتنا. بنهيس جوه بيتنا، ما صورتوش واحنا في مكان او بيحصل حاجه يعني. فده الطبيعي يعني. انا من اللي يعرفني قوي عارف ان انا ما بخرجش، انا بطيئه في الخروج قوي. ماليش في الخروج. على طول قاعده في البيت، ومثلا صحابي قاعدين، مامتي حواليا، عيلتي معايا بس. فالناس صورت الحفله ونزلتها، فانا بالنسبه لي عادي، مش شايفاها ازمه. شفتي المشكلة اللي حصلت الفترة الأخيرة بين بسمة وهبة والصحفي أحمد عاشور، وشفتي رد فعلها كان عليه إزاي من وجهة نظرك كإعلامية؟ شفتي؟ بصي انا ما بحبش اتسال عن الزملاء، لان كل واحده حره تتعامل بالطريقه اللي هي عايزاها. لكن بالنسبه لو هتكلم على الصحفيين طبعا يحترموا، وانا بحبهم جدا، وعاشور كمان ليه معزه خاصه عندي. وانا تملي بقول ان الصحفيين جزء مهم جدا في حياتنا، لولاهم ما كانتش اخبارنا هتوصل للناس بس. فده ردي. بتشوفي ازاي الفنانين الفترة اللي فاتت، يعني في خناقة ما بين ميدو عادل ولقاء السويدان في ختام المسرحية بتاعتهم بعد عرض 4 سنين، شفتيها ازاي يا أسماء؟ انا ما شفت، وفي خناقه في الموضوع انا ما شفتش. لا والله. لقاء السويدان ضربت ميدو عادل بالقلم. لا ما خدتش بالي من الموضوع ده خالص. والله لا، ما خدتش بالي، يعني بدور اشوف الموضوع ده، ما شفتوش قدامي، ما مرش عليا يعني. مين اللي عايزة تحاوريه الفترة اللي جاية يا أسماء؟
عايزه احاوره. اكيد بصي انا عندي امنيه ان انا هما اتنين بس طبعا دول مش هقول صعب، هقول مستحيل. طبعا الهضبه عمرو دياب، وطبعا الزعيم عادل امام. انا تملي بقول على نفسي ان انا طماعه في النجاح قوي، فانا طموحي لفوق شويه بلا حدود يعني. الفتره اللي جايه هنشوف ايه جديد في حبر سر؟ في فقرات جديده، وحبر سري ان شاء الله سيزون 7 ده مكسر الدنيا عشان جايبين نجوم جامده جدا، مش هحرقهم دلوقتي. ميرسي ليك يا شكرا، ميرسي، باي.